السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. فقه التدبير في الأسرة. يعني إيه تدبير؟ وهل أنا لازم أكون مدبر؟ وإيه الفرق بين التدبير والبخل؟ هل إن أنا أكون إنسان مدبر وبنفق باعتدال ده بخل؟ ولا لازم أكون بنفق بإسراف أو بنفق بزيادة؟ فرق كبير ما بين المسميات والمصطلحات العربية في الاستعمال والصفات كمان اللي الإنسان يتصف بيها. البخل هو حبس وإمساك المال بغرض الادخار أو بغرض كذا، ولكن الادخار مذموم، بيخاف يصرف خوفا من على الفلوس، إمساك المال خوفا عليه، وربنا سبحانه وتعالى ينهانا عن ذلك. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. اوعى تمسك قوي فايدك تبقى مغلولة إلى عنقك أو تبسطها بزيادة وبعد كده تتحسر على هذا المال. يبقى الأمر ما بين وبين. أما التدبير هو الإنفاق باعتدال، إني أنفق الأشياء في مكانها الصحيح، ويعني زي ما ربنا عز وجل يوصف المؤمنين: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ناس ماشية كده في النص باعتدال. هنتكلم عن فقه التدبير في الأسرة، وإيه الفرق بين الإسراف والتبذير، وإزاي أحقق إني أكون إنسان مدبر بالخير من غير إسراف. ولكن بعد الفاصل استنونا. بسم الله، مكملين ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، وبنتكلم عن صفات المؤمنين اللي ربنا سبحانه وتعالى يذكر منها في القرآن: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ناس كده ماشية في النص بتدبر حالها. اسم الله سبحانه وتعالى أو صفة من صفات الله: يدبر الأمر يفصل الآيات. الله عز وجل يدبر، يعني يضع الأشياء كل شيء باعتدال وكل حاجة في مكانها. ده صفة الإنسان اللي بيدبر في حياته. الإنسان اللي ماشي بتدبير هو ده، يعني حتى في علماء كده يقولون لنا أن التدبير نصف المعيشة. طول ما الإنسان بينفق باعتدال وماشي حياة يعني من النوع كده من الاقتصاد ومن التدبير، ده إنسان يقدر يعيش بشكل سليم جدا. طيب أعرف إزاي أن أنا إنسان مدبر؟ وإزاي أقدر أمشي حياتي دلوقتي أنا كأسرة مثلا وعندنا ظروف اقتصادية معينة؟ إزاي ممكن نعمل ده؟ علماء النفس وعلماء الاقتصاد يتكلموا معانا في النقطة دي في يعني أمور كثيرة جدا. التدبير أصلا دلوقتي مصطلح بيتاخد منه أو بنتكلم فيه عن الإدارة. تدبير الشيء أو إن أنا بظبطه هي نفس الإدارة، التنظيم والانسجام، التوجيه الصحيح للأشياء، ده تدبير وده تدبير. عشان كده حسن الإدارة بتؤدي إلى عواقب محترمة وحياة اقتصادية محترمة الناس بتعيشها. مهما كان الدخل اللي أنا ممكن يكون عندي ملوش علاقة على فكرة بالإدارة. يعني مش معنى أن الإنسان عنده حسن إدارة الأشياء يبقى هو كده حد غني، مش شرط أبدا. ممكن واحد يكون عنده أموال قليلة لكن بيحسن إدارتها، بيقدر يتعامل معاها باعتدال وينفق كل شيء في محله وفي مكانه الصحيح. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ينهانا عن البخل ويعرفنا ازاي بقى ندبر وازاي نتعامل. اوعى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. المبدأ ده لو مشينا فيه في حياتنا في كل شيء، سواء كان في الأكل أو الشرب أو المصاريف حتى المنزلية العادية، هنعيش حياتنا هتبقى بكفاءة عالية جدا. يعني ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. إيه اللي هيحصل لو أنت عملت ده أو ده؟ فتقعد ملوما محسورا. الفلوس تخلص منك فتبدأ أنت تتحسر وتقول يا ريتني أخدت بالي، أو إنك تمسكها خالص وتمسك على نفسك فتموت وتسيبها وما تبقاش استمتعت بيها. فالاتنين لا، المؤمن وكان بين ذلك قواما، إنسان مسلم ماشي باعتدال. طب ممكن أعمل إيه؟ يعني أتصرف إزاي في هذا الأمر؟ أول حاجة ممكن نعملها إن إحنا نستغل ونستثمر الموارد اللي موجودة في البيت. أنا النهاردة أسرة عندي 4 أفراد، عندي مثلا شاب في الجامعة وعندي بنات، أسرة 4 أفراد، أم وأب وأولاد. حضرتك احنا عندنا موارد بشرية. احنا لو فكرنا شوية هناخد بالنا ان الهيكل التنظيمي للدولة عبارة عن هيكل تنظيمي للأسرة برضو. عندي موارد بشرية وعندي موارد زمانية، عندي وقت، وعندي موارد أخرى من نوعيات تانية. أي مورد بالنسبة لي، فلو احنا عايشين حياتنا حياة عادية ما فيش مشكلة. لكن لو احنا بنمر بتحدي اقتصادي لا، هنا بقى ناخد بالنا، نشوف الموارد اللي عندنا. موارد بشرية، عندنا وقت زيادة، الأم موجودة في البيت، عندنا كمان موارد مالية، نشوف احنا بنمشي حياتنا ازاي. وكانوا المصريين كده حبايبنا أهلنا البسطاء، كان في أمثال مصرية مشهورة كده يقولك: على قد لحافك مد رجليك. يعني أنا على قد إمكانياتي الاقتصادية في البيت أمشي.
على قد ما انا ربنا مديني ورزقني امشي. طب انا عايز اكتر، لا انا عايز امد رجلي اكتر، والله ما في مشكله، طب زود لحافك شويه. لو هنمشي بقى بالمثل على قد لحافك مد رجليك، عايز تمد رجلك اكتر زود لحافك. طب اعمل ايه؟ هنا بقى نيجي الناس في الازمات الاقتصاديه او في الاوقات التحديات اللي بتواجهنا بينقسموا لقسمين. ناس تقعد وتتفرج وتسكت، ودي الناس دي الحقيقه احنا يعني لا نخاطبها، لان هم للاسف الشديد يفضلوا بقى موجودين ويدوا رسائل محبطه للناس، ويدوا رسائل فيها كلمات احباط، وحتى اللي بيشتغل ما يسيبوهوش يشتغل، يفضلوا يقولوا له طب انت يعني هو على ايه؟ ما هي الدنيا كلها كده، ما هي يعني لا منه ولا كفايه شر. هو قاعد يتفرج والناس بتشتغل والناس بتسعى وتجتهد، ويفضل هو يحبط فيه. وده على فكره يعني بنقول له نقطنا بسكاتك. كلمة نقطنا بسكاتك دي بالمناسبة يعني كلمة منهج نبوي. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يجي له سيدنا أبو ذر ويقول له يا رسول الله أي العمل أفضل؟ فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول له الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله. جميل قوي. طب سيدنا أبو ذر يقول لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ثم أي يا رسول؟ أعمل إيه تاني؟ فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول له إيه؟ أن تعين صانعا أو تصنع لأخرق. يعني تعين، تشتغل مع اللي عايزة تكبر وتسعى وتعمل حاجة ساعدها، أو ناس ما بتعرفش خالص فتعمل لها، يعني إيه زي ما بنقول كده تساعد. طيب فإن لم أفعل، سيدنا أبو ذر يقول لسيدنا النبي فإن لم أفعل، فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول له بقى المعنى اللي احنا لسه بنقوله ده. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول له إيه؟ أن تكف شرك عن الناس فإنما هي صدقة منك على نفسك. خلاص اسكت، لا عارف تساعد ولا عارف تتعامل مع حد، اسكت وسيب اللي بيشتغل يشتغل. أن تكف شرك هنا كلمة عامة، ولا تأذي الناس بكلامك ولا تحبطهم برسائل محبطة ولا تنشر شائعات ولا تقول للناس كلام ما ينفعش يتقال. سيبه يشتغل، ما دام انت مش قادر تساعده اسكت. نقطنا بسكاتك فإنما هي صدقة تتصدق بيها على نفسك. سكاتك ده صدقة، تمام؟ فإذا الناس في الأوقات الاقتصادية دي نوعين. النوع الأول اللي هو اللي ما بيعملش حاجة، وده بنقول له اسكت وملناش دعوة بيه. الناس التانية بقى اللي عايزة تزود زي ما بنقول كده، تزود لحافها شوية أو تزود إمكانياتها شوية. ممكن الناس دي لو هي سوية نفسيا هتمشي بقى بمبدأ الحلال، وناس تانية للأسف الشديد ممكن تمشي بمبدأ الحرام. يبدأ بقى ما هي يعني في احنا بنمر بوضع معين، فلا خلاص انا مش قادر استمر على الوضع الاقتصادي ده، انا هزود من المال، يبدأ يلجأ للحرام. نلاقيه بقى يسرق كهرباء، يستحل لنفسه بقى، يستحل لنفسه يوصل العداد بتاعه على عداد تاني ويستحل هذا الأمر، وهنا حرام ولا يجوز. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما بال أقوام يتخوضون في مال الله بغير حق. أنت مؤتمن على هذا المال ومؤتمن على هذا الأمر. كلمة الدولة يا حبايب، الدولة ليست فرد، يعني ما فيش واحد بني آدم كده اسمه الدولة، وإنما الدولة مجموعة من الأفراد. فحضرتك لما بتاخد هذه الأمة فأنت بتاخد مال الناس كلها، فده حرام لا يرضاه الله سبحانه وتعالى. وده نوع من الناس في المحن الاقتصادية أو في الأوقات اللي فيها تحدي اقتصادي كبير. النوع الثالث وده اللي احنا بنتكلم معاه وده اللي هنوجه له كلامنا النهاردة، النوع المحب الراقي اللي بيسعى إنه يزود لحافه شوية ولكن بالحلال الطيب. هنكلمه ولكن بعد الفاصل، استنونا. بسم الله، مكملين ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل وبنتكلم عن التدبير أو فقه التدبير في الأسرة. أنا دلوقتي كأسرة عندي تحدي اقتصادي وعندي حاجة أنا بمر بيها فمحتاجة أتصرف، قولي لي أعمل إيه؟ وده سؤال بيجي لنا من ناس كتير جدا. عشان بس نكون منصفين، الناس للأسف الشديد يعني ممكن تنظر لهذا الأمر إن إحنا بندافع عن حاجة لا يا حبايب، يا حبايب حتى لو كان أغلب إحنا في يعني أمر اقتصادي عالمي الكل بيمر بيه، هنقعد بقى إحنا نبكي على اللبن المسكوب ونقول إحنا لازم الدنيا يعملوا كذا ويعملوا كذا؟ طب خلاص، أما وإن ربنا يعني يعين كل واحد على ما كلفه به، ربنا يعين كل واحد على ما هو فيه. أنا دلوقتي عايزة حل. هنقعد احنا نبكي على هذا اللبن المسكوب ونقول بقى ننتظر معجزة من السماء تيجي تحللي، ولا انا دلوقتي في البيت احل انا المشكلة دي بالنسبة لي عشان اقدر اعيش بشكل؟ احنا لا بندافع ولا بنتكلم. انا عارفة والله، حاسة بيكي وحاسة ان انت برضو عندك حاجات نفسك تعمليها، فعشان كده
كده انا جايه اساعدك النهارده ان البيت بتاعك يمر بهذا الامر، الازمه الاقتصاديه العالميه اللي كلنا عايشينها، فهذا الامر احنا محتاجين كبيت. واحنا لسه بنقول قبل الفاصل ان الاسره بتاعتي الهيكل التنظيمي بتاعها هو جزء من هذا الكيان، جزء من هذا البلد وجزء من الامه. ربنا يا رب يجعل بلدنا امنه ومستقره ابد الابدين وكل بلاد العالم يا رب، اللهم امين. فانا وانا بتكلم معاكي انا عايزاكي تحلي المشكله، ابعدي خالص عن ان احنا نعيش دور الضحيه، وامتى بقى المعجزه اللي تاتي من السماء عشان تحل لنا هذا الامر. حلي يا حبيبي، حلي حضرتك وابدأي فكري معايا. اتكلمنا عن ان الناس في هذه الامور بتنقسم الى قسمين، ناس تقعد وما بتعملش حاجه ودول بنقول لهم نقطونا بسكاتكم خلاص. يعني حتى الناس اللي بتشتغل ارجوكم ما تحبطوهاش، يعني خلينا نمر بتنميه ونمر بامر جميل، فبلاش نحبط الناس اللي بتشتغل، اسكت احسن. وسيدنا النبي يقول كده لسيدنا ابو ذر: ان تكف شرك عن الناس فانما هي صدقه منك على نفسك. خلاص سيب اللي بيشتغل، لو انت مش قادر تساعده سيبه يشتغل وكف اذاك عنه، سيبه ما تحبطوش. طيب الناس بقى التانية اللي عايزه تزود دخلها اما يلجأ لأمر حرام، وده لا يرضاه الله سبحانه وتعالى ولا يرضاه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ولا يرضاه أبدا كل عاقل، ولا يرضاه أبدا. هذا يبدأ يستحل، هو بقى يستحل أموال الناس ويستحل أموال الدولة ويستحل إن هو يسرق كهرباء ولا يسرق في عداد كذا ولا يرتشي ولا يبدأ يستحل المال العام ولا كل ده تحت بند ما هي حاجة صغيرة، يعني هتفرق إيه في الحاجة الكبيرة دي؟ الحاجة الكبيرة دي مش بتاعتنا، مش بتاعتي. وانا يعني اربأ بيك انك انت شقيان، يعني انا حاسه بكل مواطن وكل انسان، والله انت شقيان على عيالك وبتسعى بالحلال يعني بتحاول انك تاكل ولادك حلال طيب. فخلينا مكملينها بالستر، خلي ربنا ساترها معانا وماشيين بالستر كده ما دام احنا بنسعى بالحلال. فبلاش نيجي عند حاجات صغيره ويجي الشيطان بقى يهيئ لنا ان دي من حقنا وهي ليست كذلك ابدا يعني. طيب الناس بقى التانية اللي عايزه الحلال، الناس اللي عايزه تزود هذا الامر، اقول لها تعالي يا حبيبه قلبي، انت بتسعي بالحلال، استغلي الموارد البشريه اللي عندك يا حبيبه قلبي، استغلي النهارده في صناعات الكترونيه. والحقيقه انا يعني جايبه لحضراتكم يعني ايه حاله كده او احصائيه من موقع اداره السوق العالميه كلها بتتكلم عن حجم سوق التجاره الالكترونيه في مصر بلغ سنه 24.9 مليار دولار، ومتوقع ان هو يوصل ل 18 مليار دولار سنه 2029. النهارده احنا في 2024 9 مليار دولار. حضرتك اشتركتي في هذا السوق العالمي ازاي؟ زودتي دخلك في البيت ازاي؟ النهارده لازم نستثمر هذه الموارد والحاجات اللي موجوده معانا، لازم نستغلها كويس جدا. ما دام انا عايزه ازود دخلي وحضرتك قاعده في البيت مع اولادك معززه مكرمه، السوق العالمي النهارده كله شغال بالتجاره الالكترونيه والربح عن طريق الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وفي بنات الله اكبر ما شاء الله عليهم بيشتغلوا بصناعات صغيره جدا في البيت وبيعملوا حاجات في منتهى الروعه في منتهى الجمال. هنكمل موضوعنا ولكن بعد الفاصل، استنونا. بسم الله مكملين ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل وبنتكلم عن ازاي يكون عندي موارد او ازاي يكون في فقه تدبير للاسره. الحقيقه موقع موردر انتليجنس نشر في السوق العالمي ان مصر بتحتل المركز الاول في التجاره الالكترونيه على مستوى الوطن العربي، 9 مليار دولار سنة 24 اللي متوقع انها توصل ل 18 مليار دولار سنة 29. والناس النهارده اللي بتفكر تزود دخلها ده احنا يعني بنفكر حضراتكم فاكرين كده أزمة كوفيد 19 لما كان في كورونا والناس كلها قعدت في البيت، ما قعدناش نبكي على اللبن المسكوب ليه؟ لا، في شركات كتير جدا ومؤسسات بدأت تلجأ للشغل عن طريق الإنترنت وبدأوا يلجأوا عشان طبعا المرض لا يتفشى من التجمعات وهكذا، فبدأت الناس تعمل جانب كده من شغلها عن طريق الإنترنت. ومن هنا جت فكرة إن أنا ليه ما نشئش شركة أصلا عن طريق الإنترنت كلها؟ وبدأت شركات تانية تقوم من أولها بقى، مش جانب، لا ده تقوم من أولها إنها تعمل شغل عن طريق الإنترنت. الناس اللي عايزة تزود دخلها عملنا إيه في ده؟ الناس اللي طول الوقت عماله تشتكي من الحاله الاقتصاديه ان احنا معناش مصدر دخل زياده، ان احنا مش، حضرتك فين من هذا الامر؟ الامهات اللي في البيت انا حاسه بيكي وعارفه ان انت والله بتعاني وعارفه ان انت في موجه غلاء عالمي رهيبه كلنا عايشينها بلا استثناء. طيب انا زودت دخلي ازاي؟ اشتغلت من البيت ولا لا؟ حضرتك كموظف عملت ايه زياده عن ده؟ انت حضرتك في البيت ربنا يبارك فيكي ام جميله مصونه في البيت ربنا يحفظك،
ممكن جدا. انا عندي الوقت ده مورد، عندنا موارد بشريه. الاولاد الموجودين لو هم شباب ممكن يشتغلوا. هتقولي لي اصل انا ابني في الجامعه يشتغل ازاي؟ لا حضرتك ما سمعناش ابدا على ناس في الجامعه وبيشتغلوا وما بيدرسوا. لا والله احنا اللي ابتدعنا هذا الامر، ان الولد يبقى عنده 20 سنه ولسه بياخد المصروف من والده. وافتكري كده، ويعني اخواتنا رجال الاعمال واخواتنا اللي معاهم ما شاء الله عملوا ثروات هم يحكوا لنا الكلام ده، يقولوا ان هم اشتغلوا من عمر ال 18 وال 17 يمكن اقل كمان. النهارده يعني للاسف الشديد في ظاهره، انا مش بحب اتكلم عن الحاجات السلبيه انتوا عارفين، ولكن الظاهره الرهيبه ان كل واحد دلوقتي عايز يزود دخله يفتح كاميرا التليفون، يفتح الكاميرا اللي عنده ويبدا يعني حرمات البيت ويبدا يصور حد او يعمل حاجه حرام او يعمل حاجه غلط، لحد ما بقى عندنا اندثار في الحرف. كان زمان لو اخواتي بقى يفتكروا معايا الاحداث الجميله دي، كان الشاب بيدخل ثانوي كده ولا اعدادي يحطوه في مكان كده يقول لك اتعلم حرفه، يتعلم صنعه ينفع بيها نفسه، حتى لو هيكمل ويبقى دكتور ولا طبيب ولا مهندس، بس يبقى معاه صنعه ويتعلم حرفه. فين الحرف دي؟ النهارده احنا بندور على اصحاب الحرف بابره، يعني بندور عليهم بميكروسكوب، مش موجودين، لان استسهلنا مظاهر ان احنا نجيب فلوس ازاي. الشاهد ان انا لو عايزه يكون عندي تدبير في البيت، انا كأم هفكر 1000 مره، وعندي اساليب ووسائل كتير. وسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام يعلمنا ان احنا لازم نستثمر كل ده. سيدنا النبي كان زيد بن ثابت واحد من الصحابه علمه سيدنا النبي او طلب منه انه يتعلم لغه اهل الكتاب، عشان سيدنا النبي يبعت لهم المكاتبات يقدر يقرا كلامهم وهم يقراوا كلام سيدنا النبي، وهكذا يبقى في تعلم للغه الطرف الاخر. سيدنا زيد بن ثابت يقول ما مر علي الا وتعلمتها. ويعني بقى زيد بن ثابت كاتب الوحي وهو عنده 15 سنة يتعلم لغة تانية ويشارك معانا. خلي الأولاد يشاركوا معاكي في التدبير في البيت، فكري في إدارة الموارد اللي عندك، فكري في استثمار الوقت اللي عندك، وادخلي يا ستي غزو هذا العالم الإلكتروني وانت موجودة في البيت بأساليب بسيطة جدا. كمل كلامنا ولكن بعد الفاصل استنونا. بسم الله، مكملين ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل وبنتكلم عن فقه التدبير في الأسرة. إزاي أنا كأسرة صغيرة أقدر أتعامل مع التحدي الاقتصادي العالمي اللي موجود وكلنا عايشينه وكلنا بنعصره. وأنا حاسة بيكي، حاسة إن أنت عندك تطلعات ونفسك تكوني في أحسن حال، ويعني الأولاد عندهم حاجات نفسهم يعملوها ونفسي أعدي ده إزاي. الحقيقة إحنا وإحنا بنتكلم مع حضراتكم قبل الفاصل كنا بنقول إن في أساليب ممكن احنا بندي افكار كده لبعض، لناس عايزه تساعد بجد وعايزه تعيش حياه محترمه كريمه بجد، مش ناس قاعده وساكته وعايشين دور الضحيه ومنتظرين معجزه من السماء تاتي علشان تحل لنا ده. طب ده مش هيحصل، ده مش هيحصل دلوقتي خالص. فخلينا ان احنا نفكر ازاي نعديها كأسرة صغيرة، وبالتالي أسرة مع أسرة مع أسرة المجتمع يبدأ يخرج من هذا الأمر بعون الله سبحانه وتعالى، ولكن بإرادة قوية، بإنسان عايز فعلا يتغير، عايز حياته تكون أفضل. مش أنا مش ضحية، لا لا لا. احنا دلوقتي في ظل هذا الأمر بنلاقي ناس بتكبر وناس بتعمل ثروات. مش هيجي أكتر من الكورونا، قعدنا سنتين تقريبا الناس في البيت، يعني ربنا يا رب ما يعيدها، أيام كانت صعبة جدا جدا علينا، والناس اشتغلت. في ناس واجهت هذا الأمر بكساد وركود وخسارة، وناس تانية عملت مشاريع رائعة من هذا الأمر. تحدي كبير بيمر بينا ومر بينا قبل كده واحنا عشناه. هل أنا بقى هكون من دول ولا من دول؟ هكون أنا من أنهي فريق في الاتنين؟ هعيش دور الضحية ولا هبدأ واستثمر في نفسي واستثمر في أولادي واستثمر في الوقت اللي ربنا اداهولي؟ ده مورد من الموارد، واحنا أصلا أمة بتحترم الوقت. ربنا سبحانه وتعالى يعمل لنا العبادات أغلبها كلها بالوقت. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. احنا بنصلي 5 صلوات بالثانية. العصر ما ينفعش أصليه قبل ميعاده بثانية، ولا الظهر قبل ميعاده بثانية. احنا أمة بتحترم الوقت. ربنا سبحانه وتعالى يشرع لنا الحج وعرفة، فيوم عرفة ما ينفعش واحد يحج قبل عرفة بيوم. كل عباداتنا وكل شريعتنا مرتبطة باحترام الوقت. فلو أنا استثمرت الوقت بالنسبة لي كمورد، لو أنا استثمرت أولادي بالنسبة لي كمورد، لو أنا استثمرت المال اللي عندي كمورد، إن شاء الله نعدي هذا الأمر بسلام. وفي النهاية كانوا يقولوا لنا كده: لو كنت على بير اصرف بتدبير. فالتدبير مش بس للي معهوش، التدبير كمان للناس اللي معاها، حتى لو كانت معاها أموال طائلة. ونسأل الله عز وجل أن يوسع أرزاق الجميع. نشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله. نور في قلبي. السلام عليكم.